اهلا بيكي في الدرس الرابع، الدرس اللي هينقلك من مرحلة معايا افكار كتير لفكرة واحدة قوية نقدر نبني عليها الكورس كله. احنا في الدروس اللي فاتت طلعنا 5 ل7 افكار لكل جمهور، عرفنا الجمهور ومشاكله ورغباته، عملنا كمان تحليل للمنافسين وشوفنا الفجوات اللي ناقصة في السوق. دلوقتي بقى جه الوقت الأهم للقرار، نختار الفكرة اللي نبني عليها كل شغلنا الفترة اللي جاية. دلوقتي هتراجع الأفكار اللي كتبتيها، وكل فكرة هنكتب جنبها 4 أسئلة، أو هنجاوب على الفكرة دي على 4 أسئلة. ده اللي هيخلينا نقدر ناخد قرار واضح وقرار صح إن شاء الله. أول سؤال، أنا فعلا بقدر أقدم إيه في الفكرة دي؟ أقدم شرح، تطبيق، تمارين، متابعة، استشارة معاها، ولا مجرد كلام عام وخلاص؟ لازم نقدم حاجة مختلفة علشان الكورس يبيع نفسه. طيب السؤال التاني، ما اقدرش اقدم ايه؟ يعني ما اقدرش اعمل استشارة لكل شخص هيحضر معانا الكورس، ما اقدرش اعمل متابعة، ما عنديش وقت. ايه اللي ما تقدريش تعمليه علشان ما تختاريش فكرة اكبر من وقتك او تضغط عليكي او ما تقدريش تكملي فيها؟ طيب السؤال الثالث، ايه اللي ناقص عند المنافسين في الفكرة دي تقدري تكمليه؟ شرح بسيط، تطبيق عملي، برضو متابعة، امثلة. انا بديكي حاجات انتي ممكن تجاوبي بحاجات تانية خالص. ممكن اضيف حاجات تدريجية بسيطة، يعني حتة العادات. ممكن اضيف اي فجوة انت شايفة ان هي ما كانتش موجودة عند المنافس. ده كان جزء بسيط جدا من الشرح النظري، اما العملي بيكون تطبيق قدامك على الموبايل خطوة بخطوة. كل حاجة بنعملها معاكي وبنعملها قدامك، شهر كامل بنتابع معاكي. جزء من الشهر حضرتك بتشوفي الفيديوهات وبتطبقي وبتبعتلنا التطبيقات لو في نصيحة، توجيه، تعديل محتاجاه، والجزء الباقي لمتابعة المحتوى وأي حاجة ناقصة على الصفحة بنقدر مع بعض نكملها. مستنياكي تبدأي رحلتك معانا.